الجيش المغربي يكبد خسائرا بشرية فادحة في صفوف ميليشيات البوليساريو، والأخيرة تذوق ناقوس الخطر وتقوم بتجنيد الأطفال بالمخيمات والزج بهم إلى مصير مجهول بالمنطقة العازلة بعد ارتفاع عدد قتلى التنظيم الانفصالي بشكل كبير، ورفض الشباب الصحراويين المحتجزين بالمخيمات أو بمخيمات الذل والعار بتندوف المحتلة الالتحاق إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه عليهم قيادة الجبهة الانفصالية. ودفنت عصابة البوليساريو المتطرفة في الأسابيع القليلة الماضية عددا كبيرا من جثامين قتلاهم الذين قضوا جراء الأقصاف الجوية التي تنفذها طائرات مسيرة حربية مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية، وذلك عند كل محاولة فاشلة يقومون فيها بالتسلل داخل المناطق الأمنية خلف الجدار العازل الذي يفصل الحدود المغربية الجزائرية. وشهدت مقبرة ما تسميها عصابة البوليساريو بولاية السمارة بمنطقة تندوف قبل أسبوع على الأراضي الجزائرية